تعال اقول لك على اللي ما تعرفوش عن الاستاذ احمد الباز، صاحب سلسله مطاعم قصر الكبابجي. الرجوله مواقف والجدعنه بتبان وقت الشده، ولما الشده جت الراجل ده كان واقف اول واحد في الظهر. وطبعا ما فيش حد في الشرق الاوسط كله ما يعرفوش اللي حصل مع مشجع نادي ماليه كفر الزيات حماده. طبعا اتقبض عليه فجاه والناس كلها كانت في حاله صدمه. راجل بسيط بيحب ناديه وبيحب بلده، ساعتها الفرحه طلعت من القلب، وفجاه لقى نفسه في موقف صعب ومش عارف هيخرج منه ازاي. طبعا اتقبض عليه بسبب اللي كان عمله في المدرجات، بس الاستاذ احمد الباز ما سكتش. مجرد ما عرف اتحرك فورا كلف مجموعه من المحاميين الشاطرين اللي شغالين معاه ان هم يقفوا جنب حماده ويخرجوه، وتكفل بكل مصاريف القضيه من اول لحظه لحد ما ربنا كرم حماده وخرج من النيابه واتفرج عنه. بس ده مش جديد على الاستاذ احمد الباز، الراجل ده طول عمره في ظهر النادي ودايما من اول الداعمين لفريق ماليه كفر الزيات، وما سابوهوش لحد ما صعد لدور المحترفين. دعم مادي ومعنوي، وكان دايما بيحمس اللعيبه ويشجع مع الجمهور. اللي يعرف الراجل ده كويس هيعرف ان هو دايما في ظهر الناس، بيجهز عرايس، بيدعم المدارس والمستشفيات، ودايما في بلده واقف مع اي حد محتاج. وطبعا ما تنساش القافله الطبيه اللي هو عملها كن عونا، ودي نورت كفر الزيات باكملها، خدمات علاج بالمجانا لاهالينا، وده تحت اشراف مباشر من الاستاذ احمد الباز اللي دايما شعاره خدمه البلد مش فضل ده واجب، ودايما شعاره في كفر الزيات ده مش بلدي ده اهلي وناسي. وبس مش رجل اعمال ناجح ولا بس صاحب سلسله مطاعم قصر الكبابجي اللي وصلت للعالميه، هو رجل افعال مش كلام، بيخدم من قلبه وبيدي من غير ما يستنى مقابل، وكل واحد فينا زيه وبيخدم بلده. كانت كل مدينه بقت اجمل واحسن. تحيه من القلب للاستاذ احمد الباز اللي دايما بيختار يكون في ظهر الناس مش قدامهم. طبعا الاخبار دي كلها عرفتها من اهل بلده، بالاخص عصام صلاح الشهير بكمباديا. طبعا كل لما اجيب سيرته في بلده الاقي الناس بدون مقدمات بتقول لي ربنا يبارك في عمره ويجعله دايما سبب للخير لينا، وقالوا لي كمان لازم توصلوا رساله احنا دايما معاك لانك معانا. في الاخير تحيه من القلب للاستاذ احمد الباز على كل اللي انا سمعت عنه. انا عمر عيد، سلام.